أهلًا بكم حبايب قلبي عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. يالّا بينا النهارده عايزين نعرف هو عرف ينساكِ؟ عرف خلاص ينساكِ كده وينسى قصتِك معاه وتبقى خلاص الحكاية كده خلاص شكرًا والّا إيه؟ يالّا بينا نشوف الفيديو الحلو ده. حبيبك في البُعد الناس المنفصلين، عرف ينساكِ ويتخطاكِ كده؟ يالّا بينا نعرف. بيقول لِك مش عارف أنساكِ، بيقول لِك أنا كنت ميت، أنا كنت ميت في تابوت ومش عايش وما صدّقت طلعت الدنيا وباشم نَفَسي وباشوف الدنيا، فما أنتِ الدنيا بالنسبة له، هو بيوصفِك بالدنيا بالنسبة له، فينساكِ إزاي ويتخطاكِ إزاي؟ إذا كان بيقول لِك في بُعده عنِّك كان ميت. عايز يشوف بقى الدنيا وعايز أنتِ الدنيا بالنسبة له، أنتِ النهار، أنتِ الدنيا كلّها، أنتِ الحياة، أنتِ الأمل، أنتِ الروح، أنتِ الحب، الفرحة، فمش عارف طبعًا لا يتخطاكِ ولا ينساكِ. لأ، مش عارف خالص. بيقول لِك عايز أرجع أتواصل معاكِ، عايز أدّيكِ حاجة تفرّح قلبِك، عايز أرجع أدّيكِ الحب تاني من أول وجديد، عايزة أقدّم لِك حاجة تفرّحِك، يبقى إزاي عرفت أتخطاكِ وإزاي عرفت أنساكِ؟ أنتِ ما ينفعش تتنسي. بيقول لِك أنا كاتم على مشاعري لحد دلوقتي، صحيح ما جيتش اتكلمت معاكِ لإني مش عارف أتكلم معاكِ، يعني أنا دمّرت لِك الدنيا، أنا بعدت وموّتِّك وتعبت نفسي وتعبتِك، لحد دلوقتي ما عنديش الجرأة إن أنا آجي أتكلم معاكِ، بس أنا مش عارفة أتخطاكِ، الحب لسه موجود بين إيدي وعند قلبي وفوق راسي وحواليّا عند رجلي، أنا مش عارفة أنساكِ ومش عارفة أتخطاكِ. كاتم على مشاعري صحيح ما كلمتكيش وما قُلتلكيش وما بُحتش، بس مش عارف أتخطاكِ، أنتِ ما ينفعش أنساكِ، ما ينفعش يعني أنتِ ما تتنسيش، أنا عملت لِك مشاكل يبقى ده بيكمّل ده، بيكمّل ده، أنا مش عارف آجي أرجع أتكلّم معاكِ لإني سبّبت لِك في وجع دماغ كتير، سبّبت لِك في مشاكل كتير، سبّبت لِك في ألم كتير، فما ليش عين أرجع أتكلّم معاكِ تاني، بس ماسك على مشاعري وماسك على حُبّي وحُبِّك موجود جوّه قلبي، يعني هو برضه بيعترف لنا إن الحُب لسه موجود، بيقول لِك برضه نِفْسه يتواصل معاكِ، نِفْسه إن في حاجة تجمعكم، نِفْسه فرحة تجمعكم، نِفْسه حاجة حلوة تجمعكم، نِفْسه يبقى في مناسبة تجمعكم وتبقوا تعرفوا تقعدوا تتكلّموا مع بعض من تاني. كارتين عايزين يطلعوا. بيقول لِك أنا آسف، بيقول لِك أنا كنت مغرور، أنا اللي دمّرت العلاقة بغروري، أنا دمّرت العلاقة بتكبُّري، أنا كنت متكبِّر باستمرار، ما كنتش شخص كويس عاقل كده، بس دلوقتي عايزة أرجع أتكلّم معاكِ، عايزة أتواصل معاكِ، أنا مفتقدِك، أنا حاسس إن أنا دمّرت الدنيا، خربت الدنيا، عملت لِك مشاكل كتير، وجعت لِك دماغِك، هو بيعترف لنا، يعني لأ، هو لو على يتخطّى، لأ هو مش عارف يتخطّاكِ خالص، بيفكّر فيكِ وعايز طبعًا يرجع يتواصل معاكِ. طب ناخده آخر كارت كده، يالّا ناخدوه من هنا. كلامِك وحشه، طريقة كلامِك وحشاه، أسلوبِك وحشه، صوتِك وحشه، كنتِ بتتكلميه بطريقة معيّنة كده، الطريقة دي مفتقدها، مش عارف يتخطاكِ، لأ، مش عارف، يعني أنتِ وحشاه بكل المعاني، وحشاه تالت ومتلت، فهو بيقول لِك أنا مش عارف أتخطاكِ ومش عارف أنساكِ، ف وعايز أرجع أتواصل معاكِ تاني، أنا اعترفت لِك إن أنا اللي دمّرت العلاقة، أنا تعبت لِك دماغِك بغروري بتكبُّري، فهو بيعترف برضه هنا كده هو كان مبوّظ العلاقة بالغرور والتكبُّر، ف ربنا يهدي لكم حالكم يا رب كده ومش عارف يتخطّاكِ لأ أبدًا يعني عشان بس إيه، ما تلوموهوش لأ لوميه طبعًا على اللي هو عمله والأحاسيس الصعبة اللي هو ورّاها لِك، لكن هو بيحبِّك ومش عارف يتخطّاكِ لحد الآن. وطبعًا لو عجبتكم القراية ما تنسونيش طبعًا، واللي حابب قرايات خاصة يتواصل معايا، وما تنسونيش بقى بcomment حلو كده وأشوفكم على خير، سلام عليكم.